ما قلت لك يا مأمون، الجماعة أصحابي شباب كذا، لأن احنا فترة ما نلتقيش، فمستحيل نقوم من هنا أبدا. يعني كيف؟ وأنا وأصحابي فين نروح؟ نروح نقص بالشارع ولا كيف؟ We have a big house، يعني ممكن تشيلون في الغرفة حقنا اللي فوق، وأول ما نخلص نحن بنصيح لك عشان تنزل. لا 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 لا، الغرفة دي طالع لها. ليش؟ ليش الغرفة اللي طالع لها؟ أصحابي راقدين طالع. راقدين، الحمد لله إنه ما ياكلوش. هم ما ياكلوش، هم راقدين، أول مرة يرقدوا بمكان نظيف. الرع يعني احتليتهم البيت، حلو. أنا ما كنت ماسك لي اللعبي. ريلي؟ ليش يعني ايش كنت ناوي تسوي؟ ها ريلي عبينا ريلي. شباب استعد، صفوف تمام، كتفات ساعة. يو إلا أصحابك ولا جيش؟ حبيبي هاد كتيبة واحدة من أصحابي. اسمعوا، أنتم ناويين على مضرابة؟ أنا أكو بس أصحابي ونخرج. إحنا ناكل ونرقد بس، ما ليش في الأكشن حاجة. بس لنا نحن في الأكشن. Everybody let's go. أكشن. لحظة يا شباب لحظة. تفضل. دحين هذا أكل. حلو. اتهم لنا. أيوه. إيش تعرف هذا إيش جابه هنا؟ هذا هو مفور للمعدة. يعني استعمال غسيل معدة. أكشن. جو. يا نعمان. ايش ده الصوت اللي برا؟ ايش بيكون؟ عيال الحمالية تصايحوا خارج. ريتا قت على عياله بس دهنا كل واحد منهم راح جاب اصحابنا داخل البيت. ايش اتفرقها؟ شكلهم بيهدوا البيت قبل يجلسوه. يا نعمان. يا معين عين. بسم الله. رايح؟ بروح افارق بين عيال الحمالية قبل ما يتقاتلوا، وبالمرة بتصور سيلفي. هيا ها انت قلبك. شوف كده لما تشوفهم هكذا يقابحوا بعض وضاربوا بعض، كلهم دلدله بالدميان على القطيفه. ها انا فدالك عدني انصب انت لما قرح ظهري. سكين نظارة؟ ايوه. يلا ادعي لي. التليفون؟ لا عشان صور سيلفي. ها عشان ابوكم مش موجود خلاص جالسين تتضاربوا؟ ينفع كده؟ لا البيت هذا فيه ابو عاقل، واذا حمادي مش موجود انا حمادي. ولدي اهداء وقر. طيب يا حاجة فاطمة. شوفوا يا جماعة، ما دام احنا في مشاكل وكل واحد يموت التاني، اني افضل انه كلنا نرجع لمحل ما اجينا لغاية ما ابي يرجع. لا ما ينفعش، لانه اللي بيمشي بيخسر الميراث في حال ظهور حمادي. انا ايش قلت لك؟ ايش حكيت؟ قلت لك تسكت. قص. طيب يا حاجة فاطمة، ولا اقول لك خلوني اروح اشتري لكم حاجة بدل ما انتم جالسين جواع. زي ما قلت لكم يا جماعة، بهذا الشكل نقسم البيت، كل واحد ياخذ قسمه. يا جماعة الخير، أنتم لو تقسموا أنا أشتري رقبة، أو يعجبني قوي الرقبة. حلو نبيع دقيقة احنا. رقبة ايش؟ رقبة ايش يا مهدي؟ احنا نتكلم عن جدار عازل، بنفعل جدار عازل. والجدار العازل هذا هو مقلي ولا مشوي؟ شقليك وشويك يا مهدي، لو ما تسكتش تخلينا نتكلم. زيد اشرح له ووضح له أكثر يا أستاذ مأمون. شوف حبيبي، احنا بنقسم البيت عدة أقسام علينا، وكل واحد يكون معه قسم، هذا القسم يعتبر ملكه. تمام؟ ويحق له يتصرف فيه زي ما يشتي. فكرة جيدة، أنا معك فيها. ايش من فكرة جيدة؟ فكرة بتوديها في 60 داهية مالك. طيب والجدار العازل هذا كيف بنسويه؟ الجدار العازل هو عبارة عن بلوك وسمنت وناسة، وأنا ما أبوش معي زلط، مسكين الله ارحم. شوف هكذا الإنسان عندما يتحول دماغه إلى معدة. حبيبي جدار عازل يعني جدار وهمي، خط وهمي. هذا الخط الوهمي يحدد قسم كل واحد وحدود قسم كل إنسان مننا. ما حد يتجاوز هذا الخط. بس يا جماعة في مشكلة. ما هي المشكلة؟ كيف كل واحد مننا بيختار القطع حقه؟ أنا أشتري الرقبة. شفتم؟ بالطريقة هذه نكون قسمنا البيت 5 أقسام متساوية. لا أنا ما أقبلش هذه القسمة. لا وألف لا، هذه قسمة ظالمة. الصدق لا شيكم العدل إن القسم الكبير يخذوا صاحب الحجم الكبير. حبيبي ما لو على الأحجام منه أخذت البيت بكله. طب بليز يعني I have one question بليز. ما تقول؟ يعني ايش يسأل سؤال، يعني اللي بيكون صاحب القسم ده
ويشتي يروح للقسم ده، كيف يسوي ده؟ بسيطة، يستأذن من صاحب القسم ده ولا مد يده للقب ده ودفع غرامة لده وخذ ده من ده يرتاح ده عن ده. مهدي ادعي لنا بقعتك تكون جنب المطبخ. انا طيب لو اخذك القسم هذا بين المطبخ ونشتي اروح الحمام كيف افعل؟ مشكلتك مش مشكلتنا، اختار يا المطبخ يا الحمام وبس. انا بالنسبه لي اشتي المطبخ، ما الحمام انا كدبر نفسي. والآن خلونا نعمل القرعة. اختار يا صفية. اما اختار دحين ايش تفهم؟ أنا ونعمان كيف بنسوي بالأقسام دي كلها؟ لا صفية، انت ونعمان بتتقسموا علينا الخمسة. ها؟ كيف يتقسم عليكم الخمسة؟ شوفوا والله العظيم لو واحد منكم يمد يده علي اقسم بالله ما طشبه. صفية الله يحفظك، صفية أنت ونعمان من حقكم تروحوا أي قسم تشتوا وبأي وقت، لأنه أنتم خدماتكم بتكون موزعة على الأقسام الخمسة. طالما اني باخدهم الخمسة الأقسام اشتي ارفع مصروفي. ايوه هذا من حقك طبعا. ايوه حبيبي طالما من حقي يلا قشقشوا جيوبكم. اسمعيني، اول ما نوره تخصميهم من الميرات. على حالك. يلا صفية يلا بلا هدرة، خلاص يلا اسحبي عشان نعرف القسمة طالعة لمين. يلا للأسف مهدي. المطبخ حقي. الحين كيف بتسوي بالحمام؟ حبيبي بالحمام انا كدبر نفسي، ما تحلى بالله عليك. يلا يا صفيه كملي السحب. فينك يا نعمان؟ ساعة مراعية لك عشان تجيب الحاجات. عليك داري يا صفية، الدنيا زحمة وبهدلة والتاير بنشر في السيارة. تفتيش. يا ربي انا كنت اكحس من شن بيت واحد، دحين بكحس من شن 10 بيوت. ايش تكذبي؟ هو بيت واحد بس قسموا له 5 أقسام. خليه يتزايد لي قليل، يمكن نلاقي لي قرشين زيادة يزيدوا لي المصروف. وانتي مصدق؟ صدقيني انا اتحديك تاخذي منهم ريال زياده. انت ليش كده قال لك ازاله؟ ما رقبت لي غاتي. عايشوا على فكره ممكن اشيل بقشتي واسيب لكم البيت. نخرتك انت كل مره تدخلي كذا كانه معك واحد غيرنا. واحد غيركم؟ هيا دحين وين؟ مش عارف فرح عمو حمادين. مهدي ممكن بس ادخل المطبخ اجيب لي حاجه؟ شفت تدخل المطبخ؟ اندفع. معك بياس؟ دفعك ودخلك المطبخ. ما فيش معك بياس؟ اجلس مثل ما انا. انا بخليك تدخل الحمام. حمام. ما عاد مش محتاج الحمام، معي حمامي الخاص. يا مهدي اللي تفعله هذا يأثر بنا كلنا. يا مهدي الريحة ملل المطبخ ملل المكان. يا مهدي الله يفتح عليك يا مهدي. حبيبي روحي قلبي شمي نفسي، كل واحد حر بحدوده. هذا كلامك دقيق ولا لا؟ حر بحدودك بس مع مراعاة جيرانك يا حبيبي. تعرف أنت لو بيت لك بداخل حدود أمريكا كنا احتلينا بساعة. ياي من ذكر بلاد ايش دخل امريكا؟ حبيبي خليك انت بقراءة كتابك، انت بعيد عليك الريحة، ما يهمك. مامو تفضل سندويس. اشتيش حاجة من ايدك، خليتني اندم على الفكرة حقي. فينك يابا؟ ارجع يابا، حسيت بقيمتك الآن يابا. ليلى ايش؟ لو سمحتي طفي هذا التلفزيون. جالسة اتفرج على المسلسل، لو ما عجبكش لا تتفرجيش. لا المسلسل عاجبني بس مشيش اشوف. خلاص اتفرجي. مشيش اشوفه لانه حرام. والله انا ماليش دخل، كل واحد حر في حدوده. تصدقي يا ليلى
كرهت أنا موضوع الجدار العازل هذا. من أول كنا في البيت أخوان وأسرة واحدة. إلا كنت موافقة وعجبنك الفكرة، خلاص حبيبتي بطلي دلع واقبلي شروطي. أنا غلطانة، صدقي. أبي وحشني. وينك يابا؟ وحشتني. الظاهر ان انا غلطت في البيت او خايف. ها شوفي عجباش هذا من كثرة الهدار معها ليش غلطنا في البيت دخلنا بيت الجيران. أبا أبي هذا الصوت الحمد لله على السلامة أبا. الحمد لله على سلامتك. هذا الصوت اعرف انه شو غريب علي. أنا مأمون ابنك يا أبا، مأمون. وانت ما تطق في بيت الجيران. No, 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 Dad, no. It's yours. ده بيتك. يس of course. انه متى بيتي في بيت الجيران. ما وبعد تتعدى حدودك بعد ادفع غرامة. يا رجال سكينا أنت وهداتك هذه ارحمنا يا شيخ. وأنت تدفع غرامة. انه كيف غرام وما غرام وحدود انا مش انا فاهم شيء ما هو هذا. إذا كان أنا مش فاهم عادك أنت شو تفهم. بابا ها أنا فقدت لك وفقدت كلمة بابا. انا في ذلك يا بابا. لا أصاه عادك تكذبي. هو غاب الله يوم كيف لو غاب شهر. من هذه اللي جبتها معك؟ مش حرام تجيب بنات للبيت؟ هذا مرتي على سنة الله ورسوله. ها خلاص ما دام زوجتك أهلا وسهلا، تفضلي خليها تدخل لداخل. انت ايش يابا؟ الان تقول لي انت ايش يسمونك؟ انت ايش؟ يعني تغيب يومين على البيت ترجع لنا مزوق. انت لو غبت شهر ايش بتسوي؟ صلي على النبي نعم منك أرنب. إذا كانت تزوج مدري كم يلا الداذو. انا غلطان. انا حين فلت البيت لشويه جهات وبعدين شو الصادق انا ما كنت اشتري زوايا هذا من المدري. ليش يا حمادي؟ لاني من ضربك. أبا الحق شكلي بتترش. انا بيني وبينك انا كنت متشائم من هذا الزواج. سيري وانتي ضارب. بزا نعمه نعمه اللي عند اهلها. لا بهذا الشكل أنا بشلها خلاص. يعني نعمان كان عارف؟ ايوه كان عارف ولدي التالي الحريوه. حبيبي يا نعمان. يا حبيبي يا مأمون بس هو أبوكم اللي قال لي إني ما أقول لكمش. يمكن كان شيء يعمل لكم مفاجأة. احنا اللي بنفعل لك مفاجأة احنا. يلا قطعوا العلامات ماشي جبزر في بيتي. لحظة قبل ما تقطعوا العلامات لازم نقطع حاجة. تقطع ايش؟ نعمان. ليش يا أستاذ مأمون؟ احنا من بلاد واحدة. أنا أحبك. وأنا أموت فيك. في الأخير لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل ما هو جديد.